السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع فيديو جديد من باينري كود سوفت. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الموقع الجديد بتاع البنك الأهلي NBE، والتعديلات اللي عملوها اللي ممكن نستفيد بيها. في المرحلة دي هنتكلم على التحويلات، عشان الناس كتير بتسأل عن كيفية التحويل سواء لمستفيد في البنك أو لمستفيد في مصر برضو بس بنك تاني غير البنك الأهلي. في البداية دي الشاشة بتاعت الدخول. انت بتخش على الموقع بتاع www.nbe وتعمل تسجيل للدخول. بتكتب الكود بتاع المستخدم بتاعك اللي انت بنك مديهولك، وبعدين تخش تكتب باسورد، تتأكد ان الصورة المتعارف عليها بتاعتك والعبارة اللي موجودة تحت هي فعلا بتاعتك، ومحدش تاني يكون غيرها او يكون دخل عمل هاك على الاكونت. بتدخل كلمة السر الباسورد اللي انت بتعمله، والحاجات دي كلها ممكن بتغيرها من الاكونت بتاعك من جوه. الشاشة الرئيسية بالشكل ده. نخش على الجزء بتاع التحويلات. بيفتح لك التحويلات، بيقول لك نوع التحويل لمستفيد قائم او بين الحساباتي. بين حساباتي ده يعني بين حساباتك انت لو ليك اكتر من حساب في البنك الاهلي، ومستفيد قائم يعني موجود حاليا في الاكونت بتاعك انت ضايفه من قبل كده زي ما احنا شايفين. لو مش موجود في الاسامي ديت المستفيد اللي انت عايز تضيفه، بتروح عند الثلاث شرط اللي موجودين على يمين اللوجو بتاع البنك الاهلي وتضيف المستفيد دوت. هنعرف دلوقتي ازاي. بعد ما بتدوس على الثلاث شرط بيفتح قائمة الجانبية، بتخش على مدفوعات وتحويلات، وبعد المدفوعات والتحويلات اعدادات التحويلات، وبعد اعدادات التحويلات ادارة حسابات المستفيدين. اول ما بتدوس على ادارة حسابات المستفيدين بيقول لك اضافة مستفيد جديد، زرار اخضر بتدوس عليه بيأكد انك فعلا عايز تضيف مستفيد جديد، ويقول لك نوع المستفيد دوت اللي انت عايز تضيفه حساب بنكي. هو بس مفيش غير الاختيار او الاوبشن بتاع الحساب البنكي، ممكن في المستقبل يبقى فيه اضافات تانية، فانت بتقول له موافق. بيفتح لك الشاشة بتاعت اضافة مستفيد لحساب داخلي. بيبقى كلمة داخلي هي كبيرة شوية وتحتيها خط كده، والبيانات اللي موجودة هنا بتاعت الحساب الداخلي. بتدخل اسم المستفيد وبقية البيانات بتاعته، رقم الحساب، وتدخل رقم الحساب مرة تانية للتأكيد، واسم صاحب الحساب والبريد الإلكتروني عشان يروح له إشعار لو وصلوا أي فلوس، واللقب. لو اخترت الاختيار اللي هو بتاع محلي، وده بيبقى مستفيد من خارج البنك الأهلي بس في بنك تاني في مصر داخل جمهورية مصر العربية، فالخانات بتزيد شوية. برضه هتحط اسم المستفيد، بس هتلاقي زود عليها حاجة اسمها الشبكة، ودي ما بنغيرش فيها حاجة. وبعدين رقم الحساب، تأكيد رقم الحساب واسم رقم الحساب دي زي ما هي، البريد الإلكتروني، بس زود هنا كود البنك وتحديد الفرع أو البنك. طب نعرف كود البنك ازاي؟ بتدوس على كلمة تحديد البنك والفرع اللي هنا. تحديد البنك والفرع بيفتح لك نافذة صغيرة فيها 4 خانات عشان تحدد فيهم الفرع والبنك والكود بتاع البنك والكود بتاع الفرع، بس لازم على الأقل تبقى عارف حاجتين منهم أو تدور بحاجتين منهم تكون عارفهم فعلا، وإلا هيديلك لا يوجد بيانات. يعني مثلا لو بتدور على بنك قطر في فرع الدقي، بنكتب هنا قطر واسم الفرع الدقي، فبالتالي بيجيب لك البيانات مظبوط. لو انت عارف الكود بتاع البنك وكود الفرع بتكتبهم، لو عارف كود البنك واسم اسم البنك بتكتبهم، وهكذا. يبقى على الاقل بتدخل قيمتين عشان يطلع لك نتيجة صحيحة. بيطلع لك بعد كده البيانات كلها بتاعة الفرع اهوت، الكود بتاع الفرع والكود بتاع البنك واسم الفرع فرع الدقي بنك قطر الوطني. بتدوس على السطر البرتقاني ده بيطلع لك البيانات كلها بره هنا.
طبعا بعد ما البيانات بتظهر بيبقى عندك بس خانة بتاعة اللقب. في الحقيقة أنا مش عارف هو اللقب بتاع العيلة ولا اللقب الرسمي اللي هو أستاذ دكتور مدام مهندس آنسة، فيعني مش مكتوب قصاده اللقب إيه بالظبط، فعشان كده حطيته لقب العيلة ودوست على حفظ. بعد ما تدوس على حفظ بيظهر لك الشاشة فيها البيانات اللي أنت طلعتها كلها وفيها كلمة تأكيد. تأكيد بيفتح لك بعد كده الخانة بتاعة الOTP أو الوان تايم باسورد، بتتحقق من الهارد توكن اللي البنك مديهولك. انا حطيته في شاشة جانبية قصادنا اهو. بتشغله ازاي؟ بتدوس على اوكي لمدة ثواني، فبيظهر عندك 4 نقط بتدخل فيها الرقم السري اللي هو البين كود مكون من 4 ارقام، وبعدين تضغط اوكي تاني بيطلع كلمة هلو. اما تظهر كلمة هلو تضغط على الزر رقم 1 اللي هو فوقه كلمة OTP خط صغير اللي هي وان تايم باسورد. بيطلع لك 6 ارقام على الشاشة، هما دول ال6 ارقام بتاع الOTP اللي انت هتحطهم هنا. بعد كده بتضغط على تنفيذ. يبقى انت كده خلاص عملت المستفيد واضفته للمستفيدين اللي عندك. هتعمل بعد كده تتأكد من التحويلات، تطلع الشاشة الرئيسية وتخش على تحويلات وتفتح المستفيدين. هتلاقي فعلا المستفيد انضاف وبقى موجود عندك. في ميزة مهمة جدا عملوها البنك، اضاف ممكن لو عندك اكتر من مستفيد ممكن تحط صورة للمستفيد عشان تقدر انت تميز بينهم بسرعة وبسهولة، بشرط ان حجم الصورة يبقى اقل من 1 ميجا بايت ويكون نوعها JPG او PNG. ممكن تحطها جنب المستفيد. شكرا جزيلا. كان معكم أيمن خشوعي من باينري كود سوفت. اشوفكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.